مساء الخير، يا رب يكون كل الجميع بخير. قول لنا يا دكتور ايه اهم 5 تحاليل لازم نعملهم قبل ما نخش رحله الدايت عشان لا احس بثبات في الوزن ولا احس باجهاد وضعف عام. اول تحليل يا فندم لازم نعمله هو الدي 3 بتاعك اللي هو فيتامين د، ولازم طبعا ما يكونش اقل من 50 عشان ما تبقاش عرضه لزياده الالتهابات في جسمك وطبعا للضعف العام والاجهاد وطبعا نقص المناعه، فوقتها لازم الحرق بتاعنا بيكون واقف، فلازم نطمن على الدي 3 بتاعك. تاني تحليل وهو السي ار بي بتاعك، لانه ده بيبين لنا حجم الالتهابات في جسمك، فكلما زادت الالتهابات في جسمك طبعا فرصك في الحرق بتاعتك بقت ضعيفه جدا. ثالث تحليل وهو السيرم فيريتين بتاعك، ولازم نطمن على مخزون الحديد بتاعك عشان لو هو قليل هيبقى عندك ضعف عام واجهاد طول الوقت، فطبعا مش هتقدر تنفذ النظام الغذائي اصلا. رابع تحليل وهو هرمونات الغده الدرقيه اللي هي تي اس اتش تي 4 تي 3، فطبعا لو في لا قدر الله خلل فيهم طبعا هيبقى فرصنا في الحرق ضعيفه جدا. خامس تحليل وهو الهوما اي ار بتاعك اللي هو مقاومه الانسولين، فلازم وقتها تبقى صايم من 6 ل 8 ساعات عشان التحليل بتاعك يبقى مظبوط. وطبعا كلنا عارفين ليه لو عندنا مقاومه انسولين طبعا حرقنا طبعا بيبقى ضعيف، فلازم برضو نهتم ان احنا نعمله. يبقى اهم 5 تحاليل السيرم فيريتين، سي ار بي، فيتامين د، هرمونات الغده الدرقيه، مخزون الحديد بتاعك، دول اهم 5 تحاليل لازم تعملهم قبل ما تخش اي رحله دايت عشان لا تحس باجهاد ولا تحس بثبات في الوزن. دورنا احنا ان احنا نشوف التحاليل عشان نبتدي نعمل نظام غذائي متناسب على كل عرض هنشوفه في التحاليل، وطبعا بتبقى فرصك ان انت تحرق بسرعه جدا لو احنا عرفنا السبب، عشان بنشتغل بالتغذيه بتاعتك على حسب العرض اللي بنشوفه. ودي اهم 5 تحاليل، ودمتم بالف خير ومستنيين اسئلتكم عشان نجاوب عليها.